الحجازية زي ما بيقول الكتاب، ومن إيد اسكندرانية، يعني ما فيش أحلى من كده. عايزة تاكلي حجازية تدوب في بُقِّك وريحتها تجيب من آخر الشارع؟ عايزاها تطلع زي اللي بتشتريها من برّه وأحلى كمان؟ هاقول لِك على كام سر كده من أسرارها، زي اللي بتشتريها وأحلى كمان من اللي تجيبيها من برّه. أول مرّة بقى يشوفني ما ينساش ينوّرني كده ويعمل لي اشتراك حلو كده من إيديه، وإن شاء الله مع قناة إيمان شاهين إن شاء الله تشوفوا كُلّ جديد وكُلّ مفيد بإذن الله. تعالوا يالّا نسمّوا بسم الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى نشوفوا مقاديرنا السهلة البسيطة، وهنشوفوا أسهل حجازية هتعمليها، حجازية اسكندراني على أصولها، بمقاديرها البسيطة وطريقتها الأبسط كمان. المقادير بسرعة كده بالكوباية عشان الفيديو جرى مننا. معانا كوبايتين دقيق عادي لكل الاستعمالات، دقيق عادي كوبايتين، ومعانا دقيق السميد هناخده منه كوبايتين وربع، يبقى معانا كوبايتين دقيق عادي وكوبايتين سميد 2 وربع. نفس الكوباية دي اللي هتعايري بيها نفس الكوباية دي. ومعايا نُص كوباية لبن، نُص كوباية لبن حطيت عليها إيه هناك ودوّبتها، حطيت معلقتين سكر وحطيت معلقة خميرة. معلقتين السكر ده يا ريت يبقى سكر بودرة، يا ريتِك تضربيهم كده ضربة في المطحنة، تمام كده، أو تدوبيهم على قد ما تقدري في اللبن، وبعد كده تحطي الخميرة. ماشي يا حبايبي، ومعانا هنا إيه، نُص كوباية سمنة. السمنة بقى دي بتاعتِك أنتِ، عندِك سمنة فلاحي هتدّي ريحة ال هي بتاعتِك ريحتها تحفة وطعمها طبعًا هيبقى أحلى وأحلى. ما عندكيش اعملي بسمنة جالة أو كريستال الصفرا حلوة أوي برضه، هتدّيكِ نتيجة تحفة. بس امشي على الخطوات وعلى المقادير دي وهتطلع معاكِ صينية تحفة ما فيش أحلى من كده، وبجد، بجد طلعت خرافة زي اللي بتجيبيها أو زي اللي عندنا في إسكندرية بالضبط، زي اللي بنجيبوها من المحلات، يمكن أحلى كمان وريحتها وطعمتها جميلة، جميلة. وزي ما قُلت لِك كل ما تخدميها بمقادير أو بسمنة فلاحة تدّيكِ نتيجة أحلى. متاح عنده طبعًا، مش الدنيا مش هتُقف، لأ هنشتغلوا برضه. هنا حطيت إيه، حطيت نُص كوباية السمنة على كوبايتين الدقيق العادي، على كوبايتين وربع دقيق سميد، ونزلت عليهم بنُص كوباية اللبن اللي فيها إيه، معلقة الخميرة ومعلقتين السكر، وعجنتهم عجنة خفيفة خالص كده، ضربتهم مع بعض كده اعطوني الملمس ده. هاركنهم بقى كده بسرعة وارجع أعمل الحشوة بتاعتي اللي هي إيه، هي دي بقى اللي هتخلّي ريحة الحجازية حاجة ما فيش بعد كده. مقاديرها بسيطة خالص ما فيهاش أي تكلفة. وطبعًا إحنا عارفين دلوقتي بقت يعني بشيء وشويات من برّه، فإحنا هنعملوها كده بحاجة بسيطة ومقادير سهلة وطريقتها سهلة، يعني ما فيش أسهل من كده. حطينا المقادير على بعض، هنجيبوا كوباية سميد، على كوباية سكر، على معلقتين دي الحشوة، على معلقتين قرفة، عايزة تحطي قرفة وكاكاو تمام، إنما أنا عملتها بالقرفة بس. ماشي، تعالي أقول لِك بقى تركاية من بتوع المحلات. على الخليط بتاعِك ده معلقة عسل كلوكوز، الله بقى على الجمال وعلى التماسك بتاع الحشوة وجمالها، دي تركاية من بتاعة المحلات بالضبط، هي معلقة العسل الكلوكوز في قلب الحشوة. وبُصي جمال الحشوة بقى وطعمتها بقى، تعملي حرف كده للصينية علشان حشوتِك ما تطلعش برّه وتحروق الصينية. وهاجي أعمل بقى الطبق اللي فوق إزاي، بدل بقى ما أفردها برّه وأرجع أفرد تاني وأعمل، لأ أنا جِبت كيسة ساندوتشات وفردتها، وهافرد عليها إيه، مقاس الصينية كده خدته بالويم، وهارجع أفردها معايا على وش الإيه، على وش الصينية عندي. ما فيش أسهل من كده وما فيش أبسط من كده. عجناها ما خدتش 10 دقايق في العجن في المقادير وفي تحضير حاجتنا. بس أنتِ امشي على المقادير وهتطلع معاكِ أحلى صينية إيه، حجازية، حجازية اسكندراني دي الأصلي. وهامسك بقى إيه، هاساويها كده، أمسك حروفها أساويها، لو فيها حاجة مفتوحة حتة ما اتقفلتش كويس، أقفلها كويس، واحاول بالشوكة كده إيه، أدّيها كام شَكّة كده، كل واحدة كده إيه، أحاول أنغّص فيها كده زي ما بيقولوا، علشان إيه، ما تقبّش معايا وتفصل، أنا مش عايزاها تفصل ومش عايزاها إيه، تتنفخ. فأنا هاشكشكها كده بالإبرة عشان ما تتنفخش معايا. وهاجيب ضهر الشوكة أعمل علامات كده من علامات برضه الحجازية، لازم تخطيطها كده، لازم تخططيها أو بسكينة كده بضهر السكينة، بس هي أحلى بصراحة، أحلى تخطيط بتاع الشوكة. وهاخططها معاكم كده بالشكل ده. طبعًا أنا بقى إيه، طبعًا كل ده والفرن يبقى شغال. أول ما اشتغلت في الحجازية أكون مشغّلة الفرن زي الكيكاية بالضبط، أشغّل الفرن على درجة حرارة 200، وأول ما أشغّلها أهدّيه على 150، وآجي حاطاها إيه، على طول ما أخلّص آجي مدخّلاها الفرن، ما اسيبهاش ترتاح.
ماشي يا حبايبي، وبتطلع بالشكل الجميل ده، تتحمر من فوق ومن تحت. طبعا لو عندك فوق وتحت تمام وشغلي المروحه، ما عندكيش شغلي من تحت لغايه ما تاخد لون، وارجعي ايه شغلي الشوايه، اديها اللون اللي انت عايزاه. عايزاها اغمق من كده تمام، عايزاها نفس اللون الحلو الدهبي ده، حلو قوي كده. برجع برضو معلقه عسل كلوكوز كده ايه بخففها شويه، وارجع ايه امشي على الوش بتاعها كده، بتديها طعم حلو، بتديها لمعه حلو. وارجع بقى ايه اقطعها التقطيع اللي انا عايزاه. احنا هنا ايه قطعناها زي اللي بنشتروها برضو من بره. انا هنا بنتي اللي قطعتها، قالت لي هاتي يا ماما انا هقطعها لك، فقطعتها لي سمبوكسات كده، قالت لي يا ماما ايه تقطيعه السمبوكسه هقطعها لك، وفعلا قطعتها لي حلوه قوي. قبل ما طفيت فرني انا ولميت حاجتي كانت هي ما شاء الله عليها قطعتها لي. تعالي عايزه اقول لك بقى طالعه الخرطه بخرطتها، طعمها تحفه، متماسكه، حاجه كده حلوه، حاجه ريحتها قلبت الشقه كلها. عايزه اقول لكم الريحه حاجه، شامين معايا ولا مش شامين؟ ريحتها جميله جدا، والقرفه كمان عطشلها ريحه احلى طبعا. عشاق القرفه بقى يجوا هنا. بصوا الجمال، بصوا متحمره وذهبي من فوق ومن تحت، وحاجه زي العسل. وزي ما قلت لك بسيطة جدا، بسيطة جدا في عمايلها وفي طريقتها وفي الوصفة وفي المقادير كمان. وصلتي بقى معايا لغاية هنا، ما تنسيش تشتركي وما تنسيش تتابعيني، ما تنسيش تعملي لي لايك كمان حلو من ايدك. بصوا بقى الجمال، بصوا بصوا حلاوة الحجازية. ايه رأيكم بقى؟ ما تنسوش بقى تكتبوا لي كلمتين حلوين كده وتقولي تسلم ايدك بقى. بص حبايبي الجمال، يلا لعشاق الحجازية قومي بقى اعملي حجازية كده بنص كيلو دقيق سميد وبربع كيلو دقيق عادي، تعملي احلى حجازية. تعمليها لعيالك صينية كبيرة حلوة كده للعشاء وللفطار، حاجة مغذية وحاجة حلوة وحاجة مش مكلفة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.